بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل صينيه جنب الاكل اللي انا هعمله. حط طلبها يعني هعملها له. دي وراك مغسوله ومتبله، بتتغسل مش بخل يا جماعه، ما تحطوش خل، ليمون وملح عشان الزفاره بتروح. عندي بصل مقطعاه حلقات وطماطم متقطعه حلقات. هرص ده على ده. طبعا البصل تحت عليه ملح وفلفل، والقوطه هتتبل دلوقتي. هزود بس كمان طماطم. رصينا الطماطم، هنرص فوقيها البصل عشان تستوي من بخار الخضار اللي تحت. عايزه اقول لكم ان بتطلع طعمها خرافه. انا عملتها قبل كده الجناحه لوحديها وكانت طعمها تحفه، والحمد لله على نعم ربنا كلها. انا عامله باميه ولحمه، بس هعمل دي جنبيها عشان لو جه حد. طبعا دي متبله ملح وفلفل وبابريكا وكركم وكزبره، يعني متبلها تتبيله محترمه. وكده حطيناهم عليها، وبننزل بقيه التوابل من العلب عليهم. وحطيت عليها شويه زيت، وحطيت عليها نسيت الليمون، حطيته جنبي ونسيته. هعصر عليها ليمونه. ده الليمون حطيته على عصرته على العلبه اللي فيها التوابل، وهرشه عليهم. وهبدا احطها على البوتاجاز على نار هاديه، ولما تستوي نبقى ندخلها الفرن. هي دي الصينيه. عايزه اقول لكم بتطلع جميله جمال، ودي بتنزل دهون. انا ما حطيتش اي دهون غير بس في الخلطه شويه زيت. وهي دي الوصفه، وجربيها وعلى ضمانتي. عليا انا لو طلعت وحشه ابعتيها لي.